مرحبا بكم في فيديو جديد. مستمرون دائما في حصص الدعم عبر التصحيح الوطني السابقة. اليوم موعدنا مع امتحان 2020 الدورة العادية. إذا التمرين الأول كما جرت العادة هو تمرين ملء الفراغ. Sandy had to cancel her trip to Turkey, health problems. إذا ساندي اضطرت إلى إلغاء رحلتها إلى تركيا، علاج مشاكل صحية. إذا هذا السبب، عندنا هذا الجزء الأخير من الجملة هو السبب. إذا واش غادي نستعملو so as to لكي، يعني purpose الهدف، لا. as a result كنتيجة إلى ذلك، التعبير على النتيجة لا. إذا خصنا التعبير على السبب في الحالة اللي هو because of. هذا هو الجواب الصحيح. أشرف حكيمي was selected best young player is originally from Wedzam. إذا واش غادي نديرو هنا علاقة الملكية ما بين أشرف، عندنا أشرف حكيمي شخص، عندنا was، عندنا verb موراه. إذا ما يمكنش نديرو whose لأن ما كاينش ملكية، ما كاينش عندنا واحد noun. وما يمكنش نديرو whom لأن ما عندناش subject. دونك عندنا verb. إذا who was selected، الذي تم اختياره كأفضل لاعب هو يعني من مدينة واتزم. تمرين بي give the correct form of the words in brackets. إذا أعطي الشكل الصحيح للكلمات بين قوسين. Rita or Rita gets a lot of satisfy from volunteer or voluntary work with the disabled. اوكي، تلاحظوا معايا غيتا gets a lot of، عندنا satisfy. satisfy هو يعني يلبي رغبة أو يرضي مثلا، ولكن هنا خصنا a lot of، خصنا موراها noun. في هذه الحالة satisfy ملي غادي نحولوها noun غتعطينا satisfaction. إذا بهذا الشكل هذا. رشيد hasn't sent his apply for the job yet. إذا رشيد لم يرسل طلب أو طلبه للحصول على العمل بعد. إذا apply verb، حنا كنعرفوا الطلب في هذه الحالة بالإنجليزية هو application. اوكي، نمروا التمرين سي. rewrite the sentences as indicated. أعيد كتابة الجمل كما هو مشار إليه. إذا our teacher asked us to join the WhatsApp group. He wants to share lessons. الأستاذ ديالنا طلب منا ندخلوا للجروب واتساب، علاش؟ لأنه يريد مشاركة الدروس. إذا our teacher asked us to join the WhatsApp group so that، لاحظوا معي الكلمة المفتاح هنا هو so that، كتعبر لنا على الهدف. so that شنو كيجي موراها؟ subject modal verb plus verb. إذا هاد he wants ما كنديروهاش. so that he، إذا subject can، إذا عندنا share في البريزنت غنديرو can في البريزنت so that he can share lessons. بكل بساطة ندوزو للجملة الثانية. The secretary arranged the documents on the shelves. إذا سكرتير المساعدة نظمت الوثائق على الرف أو الرفوف. إذا هنا the documents خديناهم من الآخر الجملة جبناها في الأول. إذا هذا passive voice. فغادي نشوف الفيرب هنا عندي arranged فيه إيدي في الآخر وما حداه حتى حاجة. إذا هذا past simple. ف to be غيكون في past simple. The documents were، علاش درت were؟ حيت عندي documents فيها s جمع. إذا ما غاديش يمكن لي ندير was. so were غادي ندير past participle كيف ما هو arranged by or on the shelves. نديرو يعني ال place adverb on the shelves by the secretary. alright. متفقين معايا؟ فهنايا نطلع شوية فوق. were arranged on the shelves by the secretary. I will talk to the boss about the problem and said. So سوف أتحدث إلى الرئيس أو المدير حول المشكلة. قالت Anne. هنا Anne promised. إن فوا كتشوف promised فمباشرة كدير to plus verb في هذه الحالة. So Anne promised to talk، وعدت أن تكلم. So to talk to the boss about the problem. ياك؟ وممكن يكون عندنا جواب آخر promised that she would talk to the boss about the problem. سوف تتكلم مع الرئيس حول المشكل أو problem. sorry. إذا هاد جوج ديال الطرق ممكنين في هاد الحالة. إلا بغيتو تمشيو مع القاعدة ديرو that she would talk to the boss about the problem. put the verbs in brackets in the correct tense. الأزمنة. إذا دائما الأزمنة كردوا البال مع الأمور اللي كتدل على الوقت. لاحظوا معي هنا Kim and Lee play table tennis the whole morning. لاحظوا معي، ركزوا معي على هذه الجملة كاملة. عندي هنا في هذه الحالة the whole morning. شنو كتعني the whole morning؟ الصباح كامل ديال
النهار البارح. اوكي the whole morning. اذا ملي كتشوف the whole morning يعني مده زمنيه طويله، اذا الحدث كان طويل. في هذه الحاله ما غاديش نديرو simple tense، غنديرو واحد التنس اللي هو continuous. شنو هو؟ حيت عندي the whole morning yesterday، اذا هذا past continuous. ف Kim and Lee were، علاش؟ حيت هما جوج they، اذا غادي نديرو were وغادي نديرو playing. كيف كتعرفوا في ال continuous tenses كنزيدو ing الverb. So were playing. Patricia worked as a policeman before she retired last year. هنا غتردوا معايا البال، غادي نقرا الجمله ياك، وغادي نلقى بانه عندي بيفور قبل. اذا هذا واحد لانديكاتور على واحد الزمن نتوما كتعرفوه مزيان وعندكم في البكالوريا قريتوه هاد السنه بيفور. وعندي واحد لانديكاتور اخر اللي هو retired، وعندي last year. اذا قبل ان تتقاعد السنه الماضيه خدمات او لا كانت كتخدم ك يعني شرطيه. سو هنا عندي ديجا واحد الفيرب في الباست سيمبل، فهاد الفيرب اللي كاين هنا فاش غادي يكون very good. اذا هذا قبل منه وقع قبل منه غيكون past perfect. So Patricia had worked as a policewoman before she retired. يعني كانت تعمل كشرطيه قبل ان تتقاعد. اذا الفعل ديال العمل جا قبل والفعل ديال التقاعد جا من بعد. Andrew thinks that the project will، هنا لاحظوا معايا set out take up bring about. set out يعني يبدأ في شيء ما، take up يبدأ ممارسة يعني هواية ما، bring about يحدث أو يسبب فيه. إذا في هذه الحالة غادي نختاروا bring about. هي ودائما bring about كتمشي مع positive results impacts changes، ف it collocates with these things. So في هذه الحالة bring about. The parliament voted against child after long debates or debates. إذا البرلمان صوت ضد يعني child غتجي موراها واحد الكلمة كتدل على عمل الأطفال. ما يمكنش نديرو care، ما يمكنش حنا منطقيا أن البرلمان يصوت ضد رعاية الأطفال، وما يمكنش نقولوا job child job، ولكن تنقولوا في هذه الحالة child labor اللي هو يعني عمل الأطفال بعد مداولات ومناظرات طويلة وصعبة. إذا ندوزو للتمرين F اللي هو ديال functions. I think dolphins are cute and smart animals. لاحظوا معي، أظن أن الدلافين هي كائنات جميلة وذكية. I can't help it، لا يمكنني تحمل ذلك. I really regret that، أنا كندم على هذا الشيء اللي وقع. لا that's right، أنت محق. إذا في هذه الحالة that's right، هذا صحيح. إذا هو الجواب صحيح لأن أنا نعطيك الرأي ديالو أنت غتجاوب ترد عليه بهذا الشكل هذا. I'm sorry I've got a complaint about your service. The internet connection is very slow. اسمح لي ولكن عندي واحد الشكاية لأن الانترنت ديالكم ثقيل بزاف. Service agent أو الشخص اللي كيكون في لاجونس شنو غيقول لك؟ That's a good suggestion. هذا اقتراح مزيان. بيان سور منطقي أنت ما عطيتيش اقتراح. Okay we will certainly fix that soon. واخا غادي نقادو لك المشكل قريبا، أو لا شكرا. إذا في هذه الحالة B هو الجواب الصحيح. Okay we will certainly fix that soon. respond to the following situations. اذا جاوب لنا على هاد لي سيتوياسيون كملهم، وهما اونتر بارونتيز كيعطيوك شنو خصك دير. I feel bored today، انا كنحس بالملل اليوم. I really don't know what to do، ما عرفتش شنو ندير. انت make a suggestion، في هاد الحاله انت كتكون حافظ واحد التعبير ديال الاقتراح بحالاش بحال how about let's why don't you you know let's do something. فشنو غدير؟ let's مثلا let's go or let's hang out in the park مثلا. هذا غير مثال. why don't you play video games, why don't you watch a movie. كاينين بزاف ديال لي بوسيبيليتي، انت فقط دير لهم شي تعبير ديال الاقتراح وزيد موراه شي فكره. could you share that video with us. واش تقدر تبارطاجي معنا هذاك الفيديو. اذا respond هذا طلب انت خصك تجاوب عليه بكل البساطه. غدير of course او لا no problem او لا sure اللي بغيتي. of course sure no problem. اذا هذا كان صحيح ديال لابارتي ديال لا لونغ. نشوفكم في الفيديو الجاي ان شاء الله.